اشترك في قناة نبض ديزاد وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. أمر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء بحبس زوجين في الثلاثينيات من العمر بتهمة ناحية ابنهما الرضيع والذي يبلغ 16 شهر في منزلهما بحي سوريكال في باب الزوار بالجزائر العاصمة. التحقيق بدأ بعد بلاغ من جارة حول اختفاء الولد الرضيع، حيث عثر عليه متوفي وعليه آثار حروق وضرب. الأم اعترفت بإنهاء حياة ابنها والذي يعاني من متلازمة داون بحجة صعوبة تربيته، فيما شاركها زوجها في فعلتها الشنعاء. الزوجة نقلت إلى سجن القليعة والزوج إلى سجن الحراش بانتظار استكمال التحقيقات. وطلب ناشط من السلطات الوصية إلى ضرورة إعدام هؤلاء الوحوش البشرية ليكونوا عبرة للغير.